عادة العبارة بيحصل لها ايه؟ ايه ده؟ العبارة بيحصل لها ايه؟ انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ قبل ما اسلم النتيجة للكنترول انا زودت الكلاس روم. طب هي بتاعتك طب زودت درجة بتاعتك؟ بتوع حضرتك دول؟ انا اسف يعني بتوعك اللي فرحان وقاعد تعد فيهم دول؟ السلام عليكم. زمان وانت في ثانوي كنت شايف ان الرياضه التطبيقيه هي ماده من اسهل المواد وانها الماده المضمونه. احب اقول لك ان الكلام ده في الكليه مش حقيقي، انت هتشوف التطبيقيه بشكل تاني خالص. كلامنا النهارده عن الميكانيكا، ماده من المواد اللي اقرب لقلبي. الميكانيكا دي اللي هي الاستاتيكا والديناميكا، بتدرس في الترم الاول الاستاتيكا وبتدرس في الترم الثاني الديناميكا. الحمد لله انا كنت جاي في الاستاتيكا A وفي الديناميكا A+. بقول لك كده عشان انا لما اجي اقول لك ازاي تتعامل مع الماده اكون مفهمك ان انا جايب تقدير كويس، مش اقول لك ازاي تتعامل وانا اكون شايلها مثلا. ولمعلوماتك الماده دي كانت من اكتر المواد المتشاله، كان حوالي 65% من الدفعه شايلين الماده ديت عشان تعرف حجم الماده. هنبدا بالاستاتيكا. الاستاتيكا هي علم دراسه الاجسام الساكنه، يعني هتدرس اي جسم ثابت تدرسه بوزنه بس، من غير سرعه ومن غير حركه ومن غير اي حاجه. وممكن ده اللي يكون بيسهلها شويه على الديناميكا. هتدرس حاجات زي الريزوليوشن انت خدته في ثانوي، زي الاتزان 2 دي و 3 دي، زي المومنت 2 دي و 3 دي. هتدرس السنتر اوف جرافيتي اللي هو مركز الثقل، خدته برضه في ثانوي. وهتدرس حاجات جديده زي المومنت اوف انيرشيا والتراس. طب الديناميكا بقى، الديناميكا هي دراسة الأجسام المتحركة، يعني تشوف الجسم بيتحرك بسرعة ولا بعجلة، في احتكاك هيوقفه ولا في قوة هتزود سرعته. المادة بجد سهلة عشان ما فيهاش كتير جديد، انت بتفضل تدرس الإزاحة والسرعة والعجلة. فهو مثلا يديك العجلة انت تكملها تجيب السرعة، تكملها تاني تجيب الإزاحة، أو هو يديك الإزاحة تشتقها تجيب السرعة وتشتقها تاني تجيب العجلة. أغلب شغلك بيكون تفاضل وتكامل. بعدها بتدرس حركة الأجسام في 2 أكسيز الإكس والواي. بعدها بتدرس البروجكتايل اللي هو المقذوفات. بعدها بتدرس برضه حركة الأجسام في التانجنشال والنورمال اللي هو المماس والعمودي. بعدها بتدرس حركة الأجسام تاني في البولار اللي هو الار والثيتا. بعدها بتاخد 3 محاضرات هم نفس ال3 محاضرات الأولى، بس اللي بيفرق فيهم إن في قوة بتأثر فبتزود عدد المطالب شوية. بعدها هتدخل على الفريكشن اللي هو الاحتكاك، خدته برضه في ثانوي، هنا هتستمتع شوية. بعدها تدخل على الورك وهنا بجد هتشوف صعوبة الديناميكا، عايزة دماغ عالية أوي أوي أوي. بعدين تدخل في اخر محاضره وهي ريجيد بودي، محاضره من اسهل المحاضرات اللي هتعدي عليك. كده انت عرفت المواد بتتكلم عن ايه، ما رضيتش اتعمق فيهم قوي عشان انت مش هتكون فاهمني، انا اديتك بس نبذه كده عنها. الشيت بتاع الميكانيكا تحله ولا لا؟ بصراحه لا، ما تحلوش. الشيت كل اللي هو بيعمله ان هو بيدربك بس على اللي اتشرح، انما مستوى الشيت في حته ومستوى الامتحان في حته تانية خالص. فالصح انك تخش على طول على امتحانات السنين اللي فاتت، هتلاقي ايدك في الاول مش ماشيه، هتشوف طريقه الحل وتتعلم منها وتثبتها في كل حلولك، عشان الميكانيكا مش عايزه ذكاء قد ما هي عايزه بس نظام. انت بس لو عرفت طريقه الحل، انت كل اللي انت هتعمله ان انت هتفك عقده السؤال، وغير كده الباقي كله اسطمبه واحده. وهي بصراحه ميزه وعيب، عشان انت مش هتحل حاجه الا لو فكيت العقده، ولو فكيت العقده انت حليت السؤال كله. طب الدرجات بتتقسم ازاي في هندسه القاهره؟ بص، انت عندك 60 درجه اعمال سنه، 30 درجه كويز 1 وكويز 2، 10 درجات حضور في السكاشن و20 درجه ميد، وال40 درجه الباقيين هم الفاينل. وعايز اقول لك ان دكتور عابدين كريم قوي في حوار الدرجات ده، اي نعم بيجيب امتحانات ما تتحلش، بس هقول لك هو بيعمل ايه. بيعمل حاجه اسمها الكيرف، ان هو بيعلي درجات الدفعه بس مش بنفس النسبه. يعني انت مثلا لو جايب 6 من 20 في الميد هو ما يخليها 10، طب انت لو كنت جايب 10 هو هيخليها 12، طب انت مثلا لو جايب 15 هو هيخليها 16، طب الناس اللي جايبه من 17 فيما فوق فما بياخدوش درجات. ممكن تقول الموضوع مش فير او كده، بس لو انت فكرت فيها، انت مثلا لو انت جايب 19 هل هيفرق معاك اللي جايب 6 بقى 10؟ هتحسه مش هيفرق معاك، واكيد الدكتور له وجهه نظر في الموضوع ده. طب هل فعلا الماده صعبه قوي كده زي ما بيقولوا؟ بص اقول لك، الدكاتره والمعيدين بيلعبوا على حته النفسيه قوي وان هم يقلقوك ويوتروك من الماده، انما الماده زي ما قلت لك هي ماده سهله لو انت هادي ورايق وبتحل السؤال بهدوء، انما انت لو متوتر مش هتقدر تحل اي حاجه. طب الامتحان بيكون ازاي؟ بص، الكويزات والميد والفاينل بيكونوا كلهم اختياري، والمحتوى بتاعهم الدكتور بينزله قبلها بكذا يوم في اعلان، والكويزات بتكون يوم الثلاث الساعه 3 عشان انت هيجيلك تروما من الميعاد ده. طب تحضر لمين من الدكاتره والمعيدين؟ بص، في الاول عايز اقول لك ان ستاف دكاتره هندسه القاهره اقل ما يقال عنه روعه بجد، دكاتره متواضعه، ممكن وهو ماشي كده توقفه وتساله، ممكن تروح له المكتب بتاعه وتقعد تدردش معاه. وحتى دكتور عابدين في اول محاضره هيخش لك هيقول لك ان هو المشرف الاكاديمي بتاع الدفعه، وانت لو احتجت اي حاجه وعايز تدردش معاه في اي حاجه تروح له، ودي حاجه مش هتلاقيها في جامعات كتير. بص، انا حضرت 3 دكاتره في الماده دي، حضرت الدكتور عابدين ودكتور شبراوي ودكتور العباساوي. دكتور العباساوي احسن دكتور يعمل لك ملخصات، بعد ما بيخلص شرح بيلخص المحاضره على هيئه نقط، ودي بتسهل عليك جدا وانت بتكتب الملخصات بتاعتك.
دكتور عابدين بقى ده اكتر واحد سمته في محاضراته بجد، بتكون كلها حيويه وهزار وافيهات، بتفضل المحاضره معلقه في ذهنك بسبب طريقته. ليه طريقه خاصه كده، ويقسم المحاضره على هيئه بوينتس، فبيبقى سهل عليك ان انت تذاكرها وتستذكرها فيما بعد. دكتور شبراوي بقى ده الدكتور اللي هو بيبدا من اين بدأ الخلق، بيجيب بدايه الموضوع من اوله خالص، وبيستخدم في ايه وايه الابلكيشنز بتاعته وكل حاجه تخص المحاضره. طبعا كل الدكاتره لها شرحها على الدرايف واليوتيوب، بس دكتور شبراوي هو الاشهر في الحوار ده عشان هو بيتعمق قوي في فيديوهاته، ممكن المحاضره الواحده تعدي الساعتين، انما دكتور عابدين بيديك الملخص المفيد في 40 50 دقيقه. لو عندك امكانيه انك تحضر الماده دي في الكليه بجد احضرها وما تفوتهاش عشان هتستمتع بجد. ودلوقتي هنتكلم عن المعيدين. في الاول في معيد اسمه احمد الهواري، ده اشهر معيد عندنا في الدفعه واغلب الدفعه بتحضر له. ليه؟ عشان هو منظم، بيبقى ليه سبوره كده بتقدر انك تذاكر منها الماده، بس مش كل الناس بتحب الزحمه ومش بتقدر تسال سؤالك بسهوله وانك تقدر تستفسر منه. الباشمهندس عمر الفاروق هو كان بيدي لي في السكشن بجد كنت تحسه درس برايفت، كان بيعمل لنا اي حاجه احنا نطلبها منه، سواء انه عايز يحل اسئله معينه، عايزنا نراجع على حاجه معينه، لدرجه انه مره عندنا سكشن مرتين عشان ما كناش فهمناه في المره الاولانيه. فشوف اي نظام انت بتحبه وروح له، وبصراحه دول المعيدين اللي انا جربتهم. وفي النهايه يا صديقي انا كده كلمتك عن اي حاجه تخص الماده، لو لسه عندك اي اسئله اكتبها لي في كومنت وهرد عليك. سلام.